هلو يلا بينا نكمل سلسلة تأسيس الجرامر. طيب احنا أخدنا في الفيديوهات اللي فاتت الفرق بين الاسم والفعل، وامتى نستخدم أدوات النكرة وأداة المعرفة، وكمان ازاي نجمع الاسم. طيب امتى بستخدم الضمير ويعني ايه أصلا ضمير؟ الضمير ده أنا بستخدمه مكان الاسم للسهولة. الجملة بتبقى أسهل كتير قوي من استخدام الاسم. يعني ايه؟ يعني بدل تكرار الاسم أكتر من مرة في الجملة الموضوع ما بيكونش حلو خالص. يعني مثلا بالعربي احنا بنستخدم هو، هي، نحن، هم، وهكذا. هو كده بالظبط زي العربي. خلينا كده ناخد أول ضمير معانا. أول ضمير معانا I أنا. يعني مثلا أنا بقول إن أنا بعمل فيديو. أوكي، طيب هقول نور makes a video؟ لأ، أنا بتكلم عن نفسي، فليه ما أقولش أنا بعمل فيديو؟ فهتبقى الصح بتاعتها I make a video. ماشي. طيب عايزة أقول إن أنا بحب الأطفال. I love children. أنا بحب الأطفال. طيب أنا بقى أي حاجة أي فعل بعدها أنا هبدأ بI. مثلا هقول I run، I eat، I swim. أي فعل، ولكن أنا عايزة أبدأ بأنا. أنا مش هقول اسمي، لأ أنا بتكلم عن نفسي فهقول I. يبقى أول ضمير معانا I أنا. أوكي، تاني ضمير معانا. بالمناسبة احنا عندنا 7 ضمائر. أوكي، 7 ضمائر هم دول اللي بيخلوا الكلام أبسط. الجمل بتبقى أبسط كتير من إن أنا بستخدم الاسم وبكرره. لأ، أنا بستغنى عن الاسم ده خالص وبحط ضمير يعود على الاسم. اوكي، طيب فتاني ضمير معانا هو هي بمعنى هو، تعود على اسم مذكر، اسم عاقل مذكر. طالما بنقول اسم بس وبنسكت تبقى اسم عاقل. قلنا غير عاقل دي حاجة تانية. اوكي، عاقل بمعنى انسان. طيب هي تعود على اسم مذكر. يعني مثلا انا لو بقول احمد يكون صديقي. طيب أحمد طويل، أحمد عينيه خضرة مثلا. طيب هفضل أقول أحمد أحمد أحمد؟ لأ، هنا بقى الضمير بيكون ليه دور. يعني إيه؟ يعني بقول في أول جملة بس أحمد مثلا يكون صديقي، وبعد كده بقول هو طويل مثلا، فبختصر. يعني بالإنجليزي هناخد كده مثال: أحمد is my friend. أوكي، he is tall. بس خلاص شلنا أحمد من أول يعني من أول الجملة وحطينا مكانها هي. اتفقنا؟ طيب عايزة أقول مثلا والدي، هقول برضو my father he. طيب أي مثال بقى؟ he is happy، هو سعيد، بدل ما أقول مثلا أحمد سعيد. تمام؟ إيه اللي زيها؟ she تعود على الاسم المؤنث. هي كانت على الاسم المذكر بمعنى هو، she بمعنى هي. يعني لما اجي اتكلم عن انثى هقول she. انثى زي ايه؟ طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت مثال على احمد مثلا، فهنا زي اي اسم: هبة، منى، نور، ميار، اي حاجة. اوكي، طيب عاوزة اقول مثلا مامتي my mother she، اختي my sister she. تمام. طيب برضو نفس الحوار، أنا لما أجي أقول جملة وبعدها جملة على نفس الشخص، أول جملة بستخدم فيها الاسم وبعد كده بستخدم الضمير. يعني زي إيه مثلا؟ أنا لو عاوزة أقول إن هبة بتحب الرياضة وهي بتلعب تنس، هقول إيه؟ هبة likes sports، بتحب الرياضة. she plays tennis. يعني ايه؟ يعني هي بتحب الرياضة وهي بتلعب تنس. ممكن اقول هبة likes sports، هبة plays tennis؟ مش احسن حاجة يعني.
الأحسن إن أنا أشيل الاسم وأحط الضمير طالما الاسم خلاص اتذكر مرة. مفيش داعي خالص إن أنا أفضل أقول هبة هبة هبة، لأ هنا بشيل هبة وبحط شي. أوكي. رابع ضمير معانا they يعني هم. طيب احنا تاني ضمير وتالت ضمير كانوا معانا he وشي، هو وهي، يعني كانوا مفرد وكمان عاقل. طيب هنا they بقى بتستخدم للعاقل وغير العاقل. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي حيوان هقول they، عندي انسان هقول they، بس طبعا جمع عشان they هم، فبتستخدم للجمع. طيب انا عندي الجمع في الانجليزي بيبدأ من عدد 2، يعني لو حد معاه حد تاني اقول they. اتفقنا؟ طيب زي امثلة مثلا ايه؟ lions وcats. lions وcats طبعا الاتنين حيوانات فبنستخدم they، ده كده غير عاقل فبتنفع they. طيب girls boys. girls boys يعني البنات، مجموعة بنات ومجموعة ولاد، دول جمع عاقل فبستخدم they. طيب أنا بقول من أول عدد 2، يعني إيه؟ يعني لو قلت أحمد وعلي، أوكي، هقول they. طيب هبة وليال they برضو. طيب عايزة أقول مثال كده، they go to school. they go to school يعني هم يذهبوا إلى المدرسة. أوكي. زي ما اتفقنا they بتنفع لأي اسم جمع عاقل أو غير عاقل. يعني مثلا هنا في الصورة عندي ducks، عندي بط، فده ينفع جدا، هو غير عاقل وجمع. عندي 2 أهو، يعني ولد وبنت، برضو كده استخدم لهم they. عندي مجموعة شباب استخدم لهم they. أوكي. خامس ضمير معانا it بمعنى هو أو هي ولكن لغير العاقل. يعني أنا عندي هي وشي، هو وهي للعاقل، للاسم العاقل يعني إنسان. it بقى بستخدمها لو اسم مفرد ولكن غير عاقل. اتفقنا؟ طيب زي ايه؟ لو عايزة اقول cat قطة فاقول عليها it. book كتاب it. flower it. line it. pen table chair fish school tree. وفي أمثلة كتير جدا. طيب عشان ما نتلخبطش، أنا لو عندي cats يعني قطط هقول عليها ايه؟ احنا قلنا cats جمع غير عاقل يعني they هم. اوكي. طيب book كتاب ولكن غير عاقل يبقى it. طيب books احنا كده بقى عندي جمع غير عاقل فيبقى they. هبة اسم مفرد بمعنى هي تبقى she. طيب علي اسم ولد فده عاقل يبقى ياخد he. طيب لو قلت علي and هبة يعني 2 يعني جمع، ودول عاقل يعني جمع عاقل ياخد they. اتفقنا؟ الضمير رقم 6 we بمعنى نحن، يعني أنا وحد تاني معايا. طيب نحن دي اللي هي بالعربي إحنا، يعني أنا لو بتكلم عني وعن حد تاني معايا فبقول إحنا، هي دي we. يعني مثلا لو أنا عايزة أقول هبة and I، أنا وهبة تاخد we. طيب محمد and I، أنا ومحمد هقول عليها we. طيب the dog and I، لو تاخد بالك إن the dog اسم غير عاقل فوي بتستخدم لأنا زائد شخص آخر أو اسم آخر، يعني اسم عاقل أو غير عاقل وأنا طبعا. أوكي. طيب لو عايزة أخد مثال كده، علي and I like English، يعني أنا وعلي بنحب الإنجليزي. we don't like science يعني إحنا ما بنحبش العلوم. أوكي.
آخر ضمير معانا you. you بمعنى أنت وأنتي وأنتم. يعني إيه؟ يعني أنا بستخدمها للمفرد المؤنث والمفرد المذكر وكمان الجمع. فأنا مثلا لو عندي مثال أهلا يا أحمد، أنت عامل إيه؟ مثلا فهقول hello أحمد أو hi أحمد how are you؟ إيه أخبارك؟ فأنا هنا استخدمت you بسأل أحمد، فكده استخدمتها بمعنى أنت. أوكي؟ طيب hi منى how are you؟ ازيك يا منى، عاملة ايه؟ you هنا برضو استخدمتها بمعنى أنتي. أوكي؟ طيب أنا لو مقابلة جروب ناس كتير وبقول لهم إن أنا سعيدة إن أنا اتعرفت عليكم أو سعيدة إن أنا قابلتكم nice to meet you. you دي هنا برضو بقت بمعنى أنتم، فهنا you بتنفع أن نستخدمها لو بمعنى أنت أنتي أنتم. آخر حاجة كده في فيديو النهاردة هديك كذا اسم وانت معايا تقول الاسم ده لو أنا هقول ضمير ينوب عنه هيكون ايه. أنا هحلهم معاكم في الفيديو ولكن نفكر مع بعض. طيب يونس، مليكة، يونس and مليكة، يونس and I, the boys, مليكة and you, the dogs, cat. طيب يونس هستخدم له ضمير he. برافو. طيب مليكة استخدم لها ضمير she. طيب يونس and مليكة اتنين يعني جمع، هستخدم they. طيب يونس and I أنا زائد شخص آخر هستخدم we. the boys. طيب the boys اسم جمع هستخدم they. مليكة and you. مليكة and you يعني انت وحد تاني، يعني بقى جمع. اوكي، انت زائد حد تاني بقى جمع. طيب تبقى you برضو، احنا قلنا you بتيجي بمعنى انت انتي انتم. اوكي. طيب the dogs. برافو، اسم جمع هو غير عاقل ولكن زي بتستخدم للاسماء الجمع سواء عاقل او غير عاقل تبقى they. طيب cat قطة. طيب ده كده اسم غير عاقل ومفرد هستخدم it بمعنى هي ولكن لغير العاقل. انا مبسوطة جدا انكم بتتفرجوا عليا، اتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب على اليوتيوب. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.